النهارده هنشوف مين بيعمل سندوتشات احلى، دكن ولا فاروق ابو العبد. طلبت من دكن ساندوتش، هو بيسمي سندوتشات عنده مبروم، فطلبت مبروم مخصوص. ده سندوتش شيش طاووق مع صوص باربيكيو، ثمنه 130 جنيه. وطلبت من ابو العبد سندوتش شيش بثمنه 110 جنيه. وابو العبد كانوا بعتوا لي ان هم خفضوا الاسعار بعد ما نزلت الفيديو الاولاني لما جربناهم اول ما فتحوا هنا في بورسعيد، ودي اسعار فرع بورسعيد بس، باقي الفروع اعتقد نفس الاسعار القديمه. ساندوتش كان ب 135 دلوقتي ب 110. ساندوتش ده كان اكبر في الحجم كتير، لكن ساندوتش ابو العبد عجبني اكتر. الساندوتش على بعضه، الفراخ بالصوص والمخلل، الميكس احلى من الميكس بتاع دكن، مع ان الشيش بتاع دكن مميز قوي وبيستخدموا وراك، اما ابو العبد اعتقد بيستخدموا صدور او صدور ووراك ميكس على بعض. ساندوتش المسحب المره دي ما كانش زي المره اللي فاتت، المره الاولانيه كان احلى بكتير. الشيش المره دي احلى من المسحب. وطلبت من دكن وجبه من الوجبات اللي فيها رز اسمها ميكس، عباره عن كفته وشيش مع رز بسمتي ورشه مكسرات مع طحينه ومخلل ورغيف عيش. وجبه ممتازه، رز حلو، الشيش هنا خطير جدا. اما في الساندوتش الشيش مع الباربيكيو ما كانش احسن حاجه، وده بالنسبه لذوقي انا، ممكن يكون بيعجب ناس تانية. وهو في المجمل ساندوتش مش وحش خالص، بس ساندوتش ابو العبد الميكس بتاعه كان افضل. الكفته كمان ظريفه، وجبه حلوه وسعرها كويس، 130 جنيه نفس سعر الساندوتش. انا عندي الوجبه افضل. ده كان فاتح في طرح البحر بجوار قريه ايكلا، وابو العبد في شارع منفيس قبل ساحه مصر. بس دي تجربه ابو العبد، وده كان سلام. وفي نهايه الفيديو افتكر ان الاكل اذواق، ممكن اللي يعجبني ما يعجبش حضرتك والعكس، والمطاعم مستواها مش ثابت وتقريبا مفيش كواليتي كنترول، عشان كده ممكن تجربتي تختلف عن تجربتك. انا ممكن اجرب مطعم يعجبني الاكل عنده، لكن لما حضرتك تروح تجربه تلاقي الاكل مش حلو، ودي حاجه بتحصل لنا كلنا. ممكن تشتري من مطعم يعجبك اكله، لما تروح تاني تطلب نفس الحاجه من نفس المطعم تلاقي طعم وجوده مختلفين عن المره اللي فاتت. الهدف من فيديوهاتي ان انا انقل التجربه بس، ما بقولكش روح المطعم او ما تروحش، براحتك خالص، دي حاجه ترجع لك وعلى مسؤوليتك، وانا مش كسبان ولا خسران حاجه في الحالتين. خد المحتوى بتاعي على انه فرصه تشوف فيها التجربه الحقيقيه للمطعم عامله ازاي بعيدا عن الدعايه. اديك بتشوف شكل المكان، شكل الاكل، كميته، الاسعار ونظام المكان. اما الطعم ده ممكن حضرتك اللي تحكم عليه بنفسك. سلام.